العاشرة تماما بتوقيت أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. استعدادات لأعياد الاستقلال 30. إصابة 23 مواطن بفيروس كورونا. إكمال العام الدراسي في مدرسة ورساي كالو. فرار أكثر من 1800 سجين من سجن في جنوب شرق نيجيريا. مقتل 8 عناصر من القوات الفنزويلية في عملية على الحدود مع كولومبيا. والرئيس الإسرائيلي يكلف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت اللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات أن عيد الاستقلال 30 سيحتفل به تحت شعار مستعدون دوما لكل الاحتمالات. وأوضحت أن الاستعدادات الواسعة جارية على مستوى البلاد والأقاليم للاحتفال بحفاوة كبيرة بالمناسبة الوطنية وإبراز شعارها الآني. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 6 من أبريل في مراكز العزل في الأقاليم الجنوبي إصابة 23 مواطن بفيروس كورونا، وكانت 11 إصابة في دقم حري و6 في الدخالة و4 في دباروا و1 في ميمنة و1 في إنداغرغيس. في غضون ذلك شفي 17 مرضى كورونا بعد الرعاية الصحية في مستشفيات الأقليم الجنوبي. وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 3363، شفي منها 3081، ووفاة 10 مرضى، ولا يزال 272 مصاب كورونا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 6 من أبريل 2021. أكملت مدرسة ورساي كالو الثانوية في ساوا يوم 3 من أبريل العام الدراسي 2020-2021 مستقبلة الطلاب المشاركين في الدفعة 34 للخدمة الوطنية. وقال مسؤول الشؤون الأكاديمية في المدرسة الأستاذ محرت آب قبر سلاسي في التقرير الذي قدمه إن مدرسة ورساي كالو قامت بالتعاون مع مركز تدريب الخدمة الوطنية ووزارة التعليم ومركز التدريب المهني والشركاء الآخرين بإنجاز مهامها على أكمل وجه بالتصدي لوباء كورونا، وتتأهب الامتحانات الشهادة الوطنية. وأوضح تنفيذ أنشطة التأهيل الأكاديمي والرياضي والثقافي والمعرفي والدعم التعليمي الإضافي وخدمات الإسعافات الأولية والمكتبة وبرنامج معرض الكتب وتقوية المرأة وخدمات النصح والإعانة في العام الدراسي 2021-2020، وأن نتائج الطلاب كانت أعلى مقارنة بالدفعات السابقة. من جانبه قال قائد مركز تدريب قوات الدفاع العميد أبراهام عندوم إن مسيرة شباب إريتريا هي مسيرة التاريخ، موضحا بأن تلقي أعضاء الدفعة 34 للخدمة الوطنية التعليم في مرحلة آمنة ومتكاملة هي نتاج لنضال الأجيال المتعاقب. وتفيد وثائق مدرسة ورساي كالو الثانوية استقبالها حوالي 12,000 طالب من 98 مدرسة من أقاليم البلاد الستة للعام الدراسي 2020-2021 وتقديم الخدمات التعليمية. قال مدير مديرية فورتو ساوا بأقليم القاشبركة سيد أبو بكر محمود إن استفادة السكان من مؤسسات الخدمات الاجتماعية مرضية. وأوضح بأن خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والهاتف النقال أسهمت لتطور المنطقة. من جانبه أوضح مسؤول الخدمات الاجتماعية السيد عبد محمود تحقيق نتائج جيدة لإرساء خدمات اجتماعية تناسب الكثافة السكانية والاستفادة منها.
وذكر وجود 29 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية ومركزين صحيين و3 عيادات. هذا ويقطن مديرية فورتوسا وحوالي 34 ألف نسمة. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. فر أكثر من 1800 سجين من سجن في ولاية إيمو في جنوب شرق نيجيريا إثر هجوم شنه مسلحون بحسب ما أعلنت سلطات السجون. وقال المتحدث باسم مصلحة السجون فرانسيس إينوبور في بيان إن سجن أويري تعرض لهجوم من قبل مسلحين مجهولين أطلقوا بالقوة سراح 1844 سجينا. من جهته أكد المسؤول عن الاتصالات في سجون ولاية إيمو جيمس مادوغبا تعرض السجن للهجوم، مشيرا إلى أن الوضع تحت السيطرة، داعيا السكان إلى مواصلة أعمالهم. وإثر الهجوم فرضت السلطات في ولاية أبيا المجاورة حظر تجول، وهذا أضخم هجوم يستهدف سجنا في تاريخ البلاد الحديث. وسارع الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى إدانة الهجوم، واصفا منفذيه بأنهم إرهابيون وفوضويون. أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير باديرنو لوبيز عن مقتل 8 عناصر من جيش بلاده وإصابة 34 آخرين جراء عملية عسكرية في ولاية أبوري على الحدود مع كولومبيا. وقال لوبيز في تصريح تلفزيوني أدلى به أن الخسائر في صفوف القوات المسلحة البوليفارية الوطنية بلغت 8 قتلى و34 جريحا. وأضاف لوبيز أن عملية الدرع البوليفارية 2021 للجيش الفنزويلي أسفرت عن تصفية 10 مسلحين وتدمير 6 مخيمات والقبض على 33 شخصا. وأطلقت القوات الفنزويلية يوم 21 من مارس عملية واسعة على الحدود مع كولومبيا تستهدف تنظيم القوات المسلحة الثورية الكولومبية. كلف الرئيس الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة بعد مشاورات أجراها مع الأحزاب. وجاء في بيان مكتب الرئيس الإسرائيلي أن 52 نائبا سموا نتنياهو، في حين سمى 45 آخرون عضو الكنيست يائير لابيد المذيع الإسرائيلي السابق زعيم حزب هناك مستقبل. وأضاف البيان الذي جاء قضاة مشاورات الرئيس مع الأحزاب أن 7 نواب سموا نافاتلي بينبيت. ولا تزال إسرائيل غارقة في أسوأ أزمة سياسية في تاريخها الممتد 73 عاما، مع انقسام حاد بين الناخبين وتمثيلهم في البرلمان الكنيست المؤلف من 120 عضوا. والخبر الأخير في هذه النشرة: أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن الدولة الفرنسية ستمنح مساعدة جديدة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس بمبلغ يصل إلى 4 مليارات يورو، وذلك بعد أن أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر. وقال لومير حسب ما ذكر راديو فرنسا الدولي إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون المنافسة مارغريت فيستاغر لتوفير دعم مالي جديد لإير فرانس. وأتى ذلك نتيجة مفاوضات مكثفة استمرت عدة أسابيع بين باريس والمفوضية الأوروبية التي تسهر على المحافظة على منافسة متوازنة. وتمتلك الدولة الفرنسية 14.3% من شركة إير فرانس، وهي مستعدة لتوفير دعم رسمي للشركة التي تأثرت على غرار قطاع الطيران برمته بأزمة كوفيد-19 وخسرت 7.1 مليارات يورو في 2020.
يذكر أن تحالف إير فرانس KLM حصل على مساعدات رسمية ضخمة من باريس ولاهاي زادت عن 10 مليارات يورو، بينها 7 مليارات من القروض المباشرة أو المضمونة من الدولة الفرنسية، لكن مع استمرار الجائحة وعدم اليقين المسيطر خسر التحالف ثلثي مسافريه وتضاعف دينه تقريبا ليصل إلى 11 مليار يورو. وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.